أصدقائي طلاب الصف السابع رح ناخد درس أركان الإسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. ماذا تعرف عن الصحابي راوي الحديث؟ إنه عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، ولد في مكة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم وهو صغير وهاجر إلى المدينة مع أبيه. شارك في غزوة الخندق وكان عمره 15 سنة، ورد يوم أحد لصغر سنه. اشتهر بكثرة رواياته لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة اقتدائه به، وعرف بسعة علمه. توفي بمكة المكرمة عام 73 هجري. عبارة أخرجه البخاري ومسلم معناها أن الحديث موجود في صحيح البخاري ومسلم وصحيح مسلم، وهما الكتابان اللذان جمع فيهما الإمامان البخاري ومسلم أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني معناتها أسس قولا وعملا، شهادة تصديق وإقرار، إقام الصلاة المداومة عليها وأداؤها تامة الشروط والأركان، إيتاء الزكاة إعطاؤها لمستحقيها. شرح الحديث: كما أن البناء لا يقام من دون أسس، كذلك الإسلام لا يقوم إلا بأركانه 5، وهي: الركن الأول الشهادتان، أنت تسمع الأذان مرارا، فهل فكرت يوما في معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ الشهادة تعني أقر أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى لتبليغ دينه وهداية خلقه. الركن الثاني إقام الصلاة. هل فكرت يوما في الحكمة من إقام الصلاة؟ الصلاة هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، صلة بين المؤمن وربه وتعبير عن حبه له. ولكي تحقق الصلاة آثارها لا بد أن تكون تامة بشروطها وأركانها، مع المحافظة على أوقاتها ومراعاة سننها وآدابها، ومع الخشوع وحضور القلب. الركن الثالث إيتاء الزكاة. هل رأيت فقيرا كيف كانت ثيابه؟ كيف بدت لك قسمات وجهه؟ الزكاة تمنعه مثل هذه الحال عن الفقراء، وهي: إخراج جزء معين من أموال الأغنياء وتمليكه المستحقين له كالفقراء والمساكين. الركن الرابع حج البيت. هل تعرف سبب ذهاب الملايين من المسلمين كل عام إلى مكة المكرمة؟ يذهبون إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. الحج هي أقوال وأفعال معينة في أيام معلومات في شهر ذي الحجة، والحج فرض على كل مسلم بالغ عاقل مستطع مرة واحدة في العمر. الركن الخامس هو صوم رمضان. بما تشعر إذا امتنعت طواعية عن الأكل والشرب؟ هل تتحمل الجوع والعطش؟ يدرب الصوم الإنسان على الصبر والتحمل ومقاومة رغبات نفسه، فهو يلزمه الامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. أتعلم من هدي الحديث: الإسلام قول وعمل، عقيدة وفعل. التزام المسلم أركان الإسلام 5 يحقق له السعادة والسكينة ويحقق لأمته القوة والازدهار. الأركان 5 أساس لكل أحكام الإسلام. هلأ طلاب رح نحل هاي الأسئلة، خليكم معي لنهاية الدرس. تمام طلاب، هون أبين حكمة واحدة لتشريع كل من الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. ركزوا معي وانتبهوا. هون أنا حاططهم بس مشان تشوفوا وين الحل. ركزوا هون: الصيام تزكية النفس، الصلاة تزكية النفس، الصيام الصبر والتحمل وضبط النفس، الزكاة مساعدة الفقير، الحج إظهار وحدة المسلمين والمساواة بينهم. رح أرجع أعيدهم. أول وحدة هي الصلاة تزكية النفس، الصيام الصبر والتحمل وضبط النفس، الزكاة مساعدة الفقراء والمحتاجين، الحج إظهار وحدة المسلمين والمساواة بينهم. تمام؟ طيب، أدون أعمالا من الأعمال الصالحة. عدد من الأعمال الصالحة أحب أن أعملها في شهر رمضان. شو الأعمال الصالحة الواحد اللي بيعملها بشهر رمضان؟ أول شيء الصيام، كثرة الاستغفار، قراءة القرآن والصدقة. إذن الصيام، كثرة الاستغفار والدعاء وقراءة القرآن والصدقة. ما معنى هون؟ حدد الموقف السلوكي تراه مناسبا في ضوء فهمك الآيات القرآنية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هون يعني لن تدركوا أيها المؤمنون البر، وهو البر من الله تعالى الذي يطلبونه منه بطاعتهم ورغباتهم ويرجونه منه إلا بالنفقة، يعني بالزكاة. فيجب هون أنه الزكاة يجب على المؤمن أن
يقوم بالزكاة، فريضة الزكاة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، معناتها يجب على المؤمنين الإنفاق من طيبات ما رزقهم الله تعالى. تمام. غزوة الله بشارك عبد الله بن عمر في جميع عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات، خطأ فقط في غزوة الخندق. لا، في غزوة الخندق. لا يستطيع المسلم أن يؤدي فريضة الحج في أي يوم من أيام السنة، صح. لا يستطيع المسلم لا يستطيع لا يستطيع المسلم أن يؤدي فريضة الحج، طبعا له أيام معدودة. فريضة الحج. يدرب الصوم المؤمن على التحكم برغباته، صح. معنى إقام الصلاة أداؤها في وقتها تامة الشروط والأركان. يجب الحج على الفقراء فقط ولا الأغنياء ولا كل مسلم مستطيع؟ كل مسلم مستطيع، لأنه مكلف، فإنه اللي بيستطيع لازم يكون إنه معه لازم يحج. من حكم الصيام تقوية الإرادة وتعليم الناس الصبر. من أهداف الزكاة تحقيق التكافل في المجتمع. شرعت الصلاة ليش؟ لتحقق الصلة بين العبد وربه. من أهداف الزكاة تحقيق التكافل الاجتماعي والتناصح بين المسلمين. وبين رأيك في المواقف الآتية: يؤدي زكاة ماله ويعطي الفقراء والمساكين مما أعطاه الله. موقف صحيح، لأنه يعطي حق الفقراء ويطيع أمر الله تعالى بالزكاة. هنأت جيرانها عندما عادوا من الحج، يدل على حسن الخلق وحسن الجوار. تدخر طالبة بعض المال بنية مساعدة الفقراء. موقف صحيح، يدل على امتثالها أوامر الله تعالى بمساعدة الفقراء والزكاة. والله بشوفوا هون الوصية، رح أرجع أعيد لكم إياه. إذا من حكم الصيام تقوية الإرادة وتعليم الناس الصبر. من أهداف الزكاة تحقيق التكافل الاجتماعي والتناصح بين المسلمين. شرعت الصلاة لتحقق الصلة بين العبد وربه. معنى إقام الصلاة أداؤها في وقتها تامة الشروط والأركان. يجب الحج على كل مسلم مستطيع. شارك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات، خطأ في غزوة الخندق. لا يستطيع المسلم أن يؤدي فريضة الحج في أي يوم من أيام السنة، صح. يدرب الصوم المؤمن على التحكم برغباته. تمام. طلاب إن شاء الله بشوفكم درس جديد إن شاء الله.